بصوا، ده فيديو سريع كده لكل حاجة ينفع تتعامل مع بقع المفروشات. يا اما بنستخدم مجموعة الانفلفر ديت الاسبونجة، ودوت القرص، وده القفاز. تمام. ودي الثلاثية اهي بتطبق كده، بتبقى سهلة ان انت تمسكيها. دي الفوطة اللي هي ليها وجهين، وجه ناعم وجه خشن، دي مجموعة الانفلفر. او التويست، الفوطة التويست الثلاثية بتطبق برضو 3، تقدري ان انتي تستخدميها مع المفروشات. بصي قماشتها ناعمه ازاي، مختلفه خالص عن الانفلفر. تمام. او قفاز التويست بتلبسيه بيبقى اسهل في الاستخدام، لان تقدري تتحكمي بسهوله. طيب عملتي بميه دافيه وغسلتي الفوطه وابتديتي تدعكي، تمام، نطفت خير وبركه. ما نطفتش قدامك كذا مساعد تاني ينفع تستخدميه لازاله البقع او على المفروشات. اول حاجه ممكن تستخدمي الصابون اللي هو معمول اصلا للاقمشه، الزيرو او المنت، الاتنين دول لاندري سوب اصلا للاقمشه، بيغسل بيهم الفوط وينفع تستخدميهم لغسيل الاقمشه يعني. او الحل بتاعنا التاني الواح الغسيل زيرو او كوكونات. المهم دي عباره عن اوراق كده، بتقدري ان انتي تقطعي جزء منها وتحطيه على البقعه وتنقطي عليه شويه ميه، وبتبلي الفوطه او اي حاجه من اللي انتي خدتيهم من الفوط وتدعكي بيها البقعه. ماشي، صعبة برضو ما نفعتش، ممكن تستخدمي اما المستك الاورنج اما المستك الاخضر. دوت معجون بتاخدي جزء منه وتحطيه على البقعه، وتحطي نقطتين ميه ولا حاجه، وتقومي ماسكه الفوطه اللي انت اخدتيها من الفوط ديت وتدعكي بيها. او لو عندك المستك الاورنج ده بودر، بتحليه بميه سخنه او مغليه وبتحطي شويه على البقعه وتدعكي برضو بنفس الحكايه. مفيش ده ولا ده. لو البقعه لسه جديده بتستخدمي ال اللي هو الجل دوت الستين ريموفر. تمام، ده مكوناته طبيعيه، جل بتقدري ان انت تنزلي جزء منه على البقعه وتدعكي بالفوطه. بس هي دي كل الحاجات اللي ينفع تستخدميها من جرين واي لتنظيف البقعه على المفروشات او السجاد او الاقمشه.